السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض البط والمحشي المشكل في حلة واحدة، واستوى معايا يا جماعة في ربع ساعة. واتفرجوا على الفيديو للآخر وانتوا تعرفوا استوى ازاي في ربع ساعة. بس اللي أول مرة يشوف القناة بتاعتي ياريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل الوصفات اللي هنزلها. وما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك وشير. ويلا نبدأ ونشوف الطريقة بتاعتنا، بس هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف الطريقة. اول حاجه كده بقى هجيبها معايا، بجيب حله على النار وحاطه فيها سمنه وزيت، وحاطه فيها معلقه ليا بتدي ريحه وطعم كده، بتودي المحشي في حته تانية خالص. تمام. جبت بقى معايا بصلتين كده كبار، فرماهم في الكبه او تقطعيهم على ايدك قطع صغيره، ومعاهم قرن فلفل كمان مفروم. وهقلبهم كويس جدا لحد ما البصله بس تاخد معايا لون اصفر ذهبي كده فاتح. تمام. بعد البصلايه ما اخدت معايا لون، بحط كده معلقه من البابريكا علشان تديني لون احمر كده للمحشي. وبعد كده بكون جايبه شفشق طماطم على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وضرباه في الخلاط. ما بصفهوش. تمام. ومش بخففه قوي علشان يديني الصلصه تبقى تقيله كده. تمام. احط بقى الملح بتاعي، واحط معلقه صغيره من السكر علشان معادله الحموضه. واحط بقى البهارات بتاعتي، 7 بهارات، كزبره ناشفه. ولو عندك بهارات محشي حطي، مش موجوده حطي فلفل اسمر، حطي كمون، كزبره. والسبع بهارات بتدي ريحه وطعم فظيع جدا. تمام. واظبطي الملح بتاعك بقى. انا هنا بقى كنت جايبه اللهم صل على النبي. آه، الحاجه بتاعتي بقى اللي هي بصل، كوسه وفلفل وبتنجان. الخلطه دي تنفع على اي محشي يا جماعه. بجد طريقه جميله وسهله جدا. بقور بقى الكوسه بتاعتي زي ما انتم شايفين، سهله جدا جدا بالشكل اللي طبعا واضح قدامكم. اكيد كلنا بنعرف نقور الكوسه. انا بتكلم على البنات اللي لسه داخله المطبخ وبتتعلم. بالراحه كده وانت بتعملي، بتاخديها كده بالمقوار من بره، بتدي لها تقشيره خفيفه عشان طبعا بيبقى موجود فيها رمله. علشان خاطر لما نيجي نحطها في الميه تتغسل كويس جدا والرمله دي تتخلصي منها. وبقور بالراحه خالص وبتطلع معايا بالشكل ده. تمام. والبتنجان برضو ممكن تعمليه كده، تلينيه كده على الرخامه بتاعتك يطرى يعني معاك، وبعدين بتقوريه برضو بكل سهولة. طبعا واضح قدامكم خالص. بس البتنجان لازم تقوريه كويس جدا، وعشان تتخلصي من كل اللي موجود في قلبه بالشكل ده. تمام بقى. خلاص كده انا خلصت كل الكمية اللي معايا. هلم بقى الكيس ده، طبعا هرميه في الزبالة. تمام. مكان نضيف. وتعملي زي ما شفتوا كده، تعمليه في الكيس بتاعك وهتبداي تتخلصي منه. هنا بقى هجيب بقى طبق كبير وهحط فيه الخضار بتاعي ده كله، وهبدأ ان انا احط فيه مية علشان خاطر انقع بس لمدة 10 دقايق. علشان خاطر الكوسة معايا لازم تتنقع شوية، علشان بيبقى فيها زي رملة كده وهتخلص منها. كده الصلصة بتاعتي خلاص اتسبكت كويس جدا معايا. عايزه اقول لكم ان انا يعني قبل ما احط الرز حطيت شويه خضره من اللي هي الخضره المشكله. حطيت شويه صغيرين بس كده في الصلصه، خدت معايا قلبتين 3 او غلوتين 3. وبعدين بدأت بقى ايه، جبت الرز بتاعي كان مغسول كويس جدا ومتصفي يا جماعه. اهم حاجه تصفيه كويس جدا. شايفين اللون احمر؟ بس بجد الكاميرا ظلماه جدا. بدأت قلبته بس قلبتين وطفيت النار مباشرة على طول. وجبت بقى بقية الخضرة بعد الرز بتاعي ما برد. وبدأت جبت الخضرة بقى هنا، بتدي ريحة فظيعة. يعني عايزة اقول لكم الخضرة هنا لما بتحطيها بعد الرز ما بتنزلي ويهدى كده من على النار، بتدي ريحة بجد يا جماعة فظيعة جدا. وحطيت كمان فركت على ايدي اللي شفتوه ده كان شوية نعناع بيفرقوا جدا في الطعم. تمام. قلبت بقى كل الخليط كده مع بعضه. وبعدين بقى هجيب بقى الكوسه بتاعتي بالشكل ده اهو، شايفين؟ وبحشيها بكل سهوله.
بس اهم حاجة تسيبي فراغ كده من فوق علشان خاطر الرز بتاعنا لما يستوي يبدأ ايه يطلع معانا لفوق، والكوسية بتاعتنا تبقى الرز بتاعنا يبقى مستوي كويس جدا من جوه بالشكل ده. طبعا هو واضح قدامكم، مش عاوز كلام. هنيجي بقى للبتنجان. ما تكبسيش بقى البتنجان كده وخلاص، لا حطي شوية الرز وبعدين افردي. شايفين زي ما هو واضح كده قدامكم، هوريكم. هتفردي كده الرز كده في قلب الكوساية، شايفين؟ تسحبي الرز من تحت لفوق كده علشان يبقى مفرود الرز بتاعنا في قلب البتنجانة من جوه. كده كده البتنجانة بتبقى طرية، بتقدري تسحبيها كده لفوق علشان خاطر يبقى مفرود معانا ويبدأ يستوي معاكي، يبقى مستوي. بصوا يعني سوا مش قادرة اقول لكم. تمام. برضو ما تدوسيش قوي على الفلفل، يعني احشيه، ما تملهوش برضو قوي، وحاولي ما تضغطيش عليه لجوه. هخلص بقى كل الكمية دي، وبعدين هجيب بقى كان معايا بقى البطاية، جبتها طبعا غسلتها وكنت حاشياها فريك. تمام. كنت عاملة كده بصلاية على النار وحاطة فيها، حطيت فيها الفريك بتاعي بعد ما غسلته ونقعته كويس، وبعدين صفيته حطيته طبعا، فلفلته طبعا كلنا عارفينه، عملته معاكم في فيديو برضو قبل كده، هتلاقوه برضو موجود عندكم على القناة. وبدأت حمرتها بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا احطها في الحلة بتاعتنا القمر دي بتاع بيت العز. عايزه اقول لكم بجد يا جماعة، الحلل دي جميلة جدا جدا وسريعة جدا في الاكل، وبتوفر عليك الوقت والمجهود، يعني مش عايزة كلام بصراحة. تمام. حطيت بقى البطايه دي بعد ما ايه شوحتها، طبعا هي نيه مش مستويه، بس انا اديتها تشويحه على النار، يعني حمرتها كده زي ما شفتوا من كل الجوانب بمعلقه سمنه. وبدات طبعا حطيتها من تحت في الحله، والحله كنت حاطه فيها بصلايه من تحت وطماطمايه ورش عليهم شويه توابل، وبدات حطيتها. وبعدين برص الحله بقى، المحشي بتاعنا في الحله اللي انتوا شايفينها كده. عايزه اقول لكم ما شاء الله خدت كميه محشي ما شاء الله رهيبه يا جماعه، يعني انا بصراحه مش فاكره كانوا قد ايه، بس كان محشي ما شاء الله كتير جدا. شايفين؟ انا كنت كمان عاملاه في حلتين، ده اتبقى حطيته في حله تاني. تمام. وهبدا بقى ان انا اغطيها كده، بجيب الغطا بتاعي بميل وابدا اسحب اليد بتاعتها بالشكل ده، وبسيب كمان. آه انا كنت بوريكم، بس هحط الشوربه بتاعتي، كنت ناسيه الشوربه. تمام. كنت بقى جبت المكن اللي نزل كده من البطايه، حطيت عليهم شويه شوربه ورحت جبتها ورحت حطيت عليهم. بس عايزه اقول لكم هي يعني خدت كبشتين شوربه يا جماعه مش اكتر، الحله دي ما بتاخدش سوائل كتير. قفلتها زي ما انتوا شايفين، والصمام اللي انتوا شايفينه ده كان نايم وقت السوا على النار. بعد كده برفعه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه، بصوا والله اقل من، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، 10 دقايق بجد. والمحشي كان زبده. عارفين يعني ايه زبده؟ يعني ما شاء الله استوت، يعني سوا ما اقدرش اقول لكم. شايفين عامل ازاي؟ انا سبتها شويه علشان خاطر بس البطايه تستوي معايا. طبعا يعني اخدت ربع ساعة، بس المحشي كان يعني خلاص كان هيتهري. يعني المحشي ده بياخد 10 دقايق بالظبط على النار، ربع ساعة. شايفين؟ كانت البطاية مستوية سوا، يعني زي ما انتوا شايفينه، شايفين بيتقطع ازاي. انا سبته بس ربع ساعة علشان خاطر البطاية، نعمل محشي 10 دقايق بالظبط. لو هتعملي المحشي لوحده في الحلة دي يا جماعة 10 دقايق مش اكتر من كده، لانه فعلا انا ما كنتش عارفه امسك المحشي. والبطايه زي ما انتوا شايفين بتتقطع ازاي. شايفين يا جماعه؟ بصوا، لان البطايه ما كانتش كبيره قوي يعني زياده عن اللزوم، واخدت ربع ساعه بالظبط. وده كان شكله. عايزه اقول لكم بقى طعمه وريحته كانت فظيعه بجد يا جماعه. ان شاء الله جربوه، لازم تكتبوا لي في التعليقات، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.